الرياضيات. وما أدراك ما الرياضيات. مين الحمار ابن الكلب اللي اخترع رياضيات أو إشي اسمه ماث؟ كيف أصلا كيف تخترع؟ اللي علينا نتعلمه كيف نزيد ونطرح. أي شيء غير هيك هذا صار تخلف. إيش اللي يفتح قوس 500,000 400 زائد 4 فوق 5 إيه في القوس إيه عن أبوك. المشكلة مش هون، المشكلة لما تيجي تمتحن وتقرأ أول سؤال: أحمد اشترى 5 تفاحات، فكم وزن الشمس؟ ريته يوقع الشمس على وجهك يا أحمد يا ابن الكلبة. بالعقل. هاد ايش حيفيدني في حياتي هاد؟ وهاد مش كتاب، هاد كتاب اخوي الصغير. هاد ايش حيتعمل بهاد؟ ايش حيفيدونا هدول؟ ايش حيفيدوا امي؟ ايش حيفيدوا امي؟ الكاشير اللي هو الكاشير اللي هو كل يومه تي 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 بيحسبه بيطرح، ما بيستعمل على الخرا. لا تسوقوا على امي تخلف وجنان. بس الرياضيات في لسه الفيزياء اللي هو تخلف اكتر، اللي هو بس ماث. الرياضيات اخرى، بتعرف الرياضيات بس اخرى. نيوتن جالسا تحت شجرة، فالشجرة أسقطت تفاحة على دماغ أمه، ريتها كان قاعد فيل مش تفاحة، يلعن أبوك. نيوتن يا حيوان يا ابن الكلبة، وقعت على راسك تفاحة، يا أخي كلها، يا أخي اعملها معسل وأرجل، يا أخي اعمل خرم مشكل يا زلمة، حل عنك. لا، كيف ياكلها؟ لماذا سقطت التفاحة؟ لأنه أمك ساقطة، يا ساقط يا كلب يا حيوان، بس بدك تبلش جيل قدام يا كلب يا وهذا بس الحيوان نيوتن. في فيثاغورس باء يساوي ألف، ألف أمك بكف هلا أرن صباحك يا زلمة. فكوا عنا يا أخي، روحوا سووا. قال لك رياضيات وتخلف، بس يجي تحل في الامتحان بقول لك حل المشكلة الآتية. أنا عارف أحل مشاكلي يا زلمة، أنا عارف أفضل نفسي عشان أفضل أمك، فك عني يا أخي. إذا ألف يساوي باء أجد سين، أجد سنك بعد ما أشمطك بوكس ألعن أبوك. والله لعن أبوك يا كلب.